ازيكم يا حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. متابعين قناتي مملكة لميس. بصوا يا حبايبي، النهارده هنعمل مع بعض كده طريقة عمل الكشري اللي هو العادي اللي احنا بنشتريه. طالما متوفر عندنا الحاجة بتاعته او مش متوفرة نشتري من بره ونعمل ليه، عشان عمايلك انت طبعا اكيد انضف من انك تشتريه من بره. ما انتش عارفة طبعا اللي واقف ده بيعمل ايه، فانت بتعملي بايدك حاجتك انضف يعني واضمن عشان ولادك وكده. طبعا احنا عندنا الرز وعندنا الشعرية وعندنا المكرونة السباجيتي وعندنا المكرونة العادية وديت الشعرية وده العدس، وطبعا الطماطم والبصل، بصلتين حلوين كده كبار كده. ودي الطماطم. هنجيب حلة طبعا هنكون حطها على النار وحاطه فيها المية زينا ما المية يعني استجارت يعني على النار عندي. سبتها لما غلت جامد، حتى عامله رغاوي بيضة اهي، متخافيش منها، مفيش اي ضرر، عادي. هي غلت بس شوية كده، فركت شوية. حطيت انا المكرونة مع بعضها، الاسباجيتي والمكرونة العادية، بس عشان انا كنت بصور بايد وبحط بايد بوريكم بس الكمية. حطيت كمية صغيرة بس، بعد كده حطيت الكمية بتاعتي كلها. ماشي. بكسر هنا المكرونة عشان احطها مع المكرونة التانية، وهسيبهم كده مع بعض الاتنين. طالما المكرونة نضيفة ما تخافيش من حاجة. ما تجيبيش مكرونة من اللي هي بتنباع فرط، دي هتعجن معاكي. لو نوع مكرونة نضيف مع المكرونة اللي بتنباع فرط، يبقى هتعجن معاكي اللي هي الفرط، لكن العادية دي هتتن زي ما هي حلوة، ويبقى انت كده خسرتي الاكلة ديت ويعتبر بوظتيها. فانت اشتري مكرونه نظيفه لاي حاجه. المكرونه النظيفه طبعا اكيد معروفه اللي هي ايه، ما بتعجنش. هنا طبعا العدس بجيب، كنت انا بقى يعني ايه سلقته وكده، وحطيته بعد ما وشطفته وحطيته على جنب. وهنا ده العدس اللي هو الاصفر مع شويه رز كده، طبعا هينسلقوا مع بعض كلهم. خدت المكرونه تحت الميه زي ما انتوا شايفين كده، وايه وبغسلها عشان اطلع النشا اللي فيها وكده، وهصفيها واحطها على جنب. هنا ديت حله كده يعني فاضيه، وحطيت فيها شويه زيت، وهعملها هحمر الشعريه، لان انا هطيب الشعريه في الرز في الكشري الاصفر. هحطها تطيب مع الكشري الاصفر عادي، بس ما تزوديش ميه، لان هي الشعريه اصلا كلها نشا، فممكن تعجن لو زودت المية. يعني عادي، هو الرز الكشري لما يكون مش طيب جامد فيها عادي يعني. وما تزوديش مية عشان طبعا الشعرية ما تعجنش الحاجة. هنا ايه الشعرية هي اتحمرتها، فحطيت العيار المية، وهحط طبعا الايه، هحط الكشري بتاعي اللي هو العدس الاصفر ده والرز على بعض، على مع الشعرية التلاتة مع بعض. توفير برضو توفير في المواعين وكده، وتوفير برضو في الوقت وكده. بصوا اهو كلهم التلاتة مع بعض، ومش مكترة المية عشان ما يطلعش معجن زي ما انتوا شايفين كده. حطوا اللايك يا جماعة، متنسوش تحطوا اللايك، اهم حاجة حطوا اللايك. نفسي القناة بتاعتي تكبر بيكوا كده، ونفسي بجد اعمل حاجات ياما تعجبكم وتنور رضاكم. هنا ضربت الطماطم طبعا في الخلاط. انا مش عامله يعني كميه كبيره، فالطماطم مش كتيره برضو يعني. برضو هنا ايه حطيت شويه زيت كده، وهحط حته تومه كده من اللي انا كنت شايلاه. حطيت كده، كنت عاملاه معاكم على القناه. حطيت كده حته كده هحمرها، وهحط طبعا على طول الطماطم بتاعتي. وطبعا التوابل بتحطي برضو مكعب مرق دجاج لو عايزه، مش حابه حطي شويه سكر في التخديعه عادي. بصوا ده الكشري والشعريه مع بعض، هاخدهم تقليبه كده وهسيبهم يتلدنوا مع بعض. عبل ما يتلدن وكده هكون انا ايه طبعا ايه شفت حاجه تانية. وانا اصلا حطيت الطماطم على النار مع التوابل بتاعتها ومكعب مرقه الدجاج، الكمون طبعا والفلفل والملح. وهنا ايه ده طبعا شطفت
انا طبعا شطفت العدس اللي هو الجبه ده، لان هو بيطلع ميته سمرة خالص، فلازم تشطفيه. هنا بصلتين محترمين زي ما انت شايفه، تقطعيهم بقى ايه، اللي هو يعني ايه عصافير كده، اللي هي اللي بصي شرايح رفيعه خالص كده، عشان تحمري البصل يطلع معاكي مقرمش كده ويطلع طعمه حلو. في ناس يا جماعه بتحط له دقيق، انا ما بحطش دقيق، انا عادي بحمره عادي، التحمير اللي هو اللي معلهو يعني معلوش. او في ناس بتحط نشا برضو عشان يبقى مرمش. طب ما انت ممكن تحمريه تحمير حلو اللي هو يبقى تحت، يعني وانت بتاكليه كده يقرقش كده تحت اسنانك كده لوحده. ماشي. جبت هنا طبعا شوية زيت محترمين برضو في الطاسة. وهنا كمية البصل كبيرة يعني، احنا بنحب البصل على الكشري ياما. بصوا حطيت اول شويه اهوت وهسيبهم كده مع بعضهم، او البصل اهوت. وعلى فكره سواء التحطيه يعني ممكن وسط عادي، ما يشغلكيش، وكده كده هتحمريه. بصوا وانا بحمر كده وابص في السقف كده بقول الحمد لله يا رب، كانت كل دي كانت يعني في حته كبيره كبيره خالص كده كانت هتنزل على دماغي وانا بعمل، كنت هموت يا جماعه والله. الحمد لله ده بعد ما احنا عملناها وكده، وخلاص يعني صلحنا الحته اللي كانت متبهدله يعني وكده. وايه وطبعا بيضنا اللون ده. انا كنت كان لونه الاولاني كان لون روز كده، كان بيتلطش معايا على طول يعني من اقل حاجه. احنا بيضنا كده وقلنا ايه اي حاجه تتوسخ فيه نمسحها على طول اول باول عشان يتم نضيف. بصوا رجعت بقى البصل تاني اهوت، بوريكم البصل اهوت انا بحمره. بس المره دي اللي انا هحمره ده مش يعني ايه، لا يا ربي معلش انا اسفه. انا بحمره، هحط البصل في الصينيه بعيد عن بعضه، عشان يا جماعه انت لو حطيتي البصل على بعضه هيطرى معاكي. لكن انت لما تحطيه على حاجه واسعه كده، تجيبي صينيه كبيره كده وتفرديه، هتبص تلاقيه يبقى مرمش معاكي وما يطراش. لكن لو حطيتيه كله على بعضه هيطرى، هيبقى طري ومش هيبقى في الاكل حلو عادي. برغم ان انا عندي يعني اتنين من ولادي بيحبوا البصل طري، واحنا بنحبه البصل اللي هو ايه، بصي زي ما انت شايفه كده، بصي بكسرها بايدي بتنكسر اهي. ماشي. طبعا الطاسه التانية مش هخليها ايه اللي هي ناشفه يعني، لا هخليها مش ناشفه أوي ولا طريه أوي، عشان زي ما قلت لكم عندي ناس بتحبه كده وناس بتحبه كده. ديت اللي هو الدقه اللي هي بتاعت الكشري. طبعا ايه جبت نص كوبايه خل عليها كوبايه ميه، كل نص كوبايه خل عليها كوبايه ميه. وطبعا عملت الدق وشويه توم كده وسبتها خدت غلوه كده على النار. لازم تاخد غلوه معاكي على النار عشان تحسي بطعم الكشري. لكن لو حطيتيها نيه كده ببعضها هتحسي ان انت ميه يعني حاطه ميه. يبقى انت كوبايه خل على نص كوبايه خل عليها كوبايه ميه وحته تومه كده، وخليه يفرك كده على النار شويه. مع طبعا شويه كمون وبلاش ملح، عشان وطبعا انت حاطه ملح على كل حاجه عندك. الصلصه عليها ملح والحاجات دي هي الصلصه عليها ملح، ومرقه الدجاج يعني بتحدق الحاجه، فبلاش تحطي ملح ياما يعني. تمام. والكشري اهوت. هو انا بجد معرفتش يعني في التقديم اقدمه حلو. كانوا جعانين وفي اللي عايزين ياكلوا منه، فانا حطيته رصيت اي حاجه كده، حطيت المكرونه الاسباجيتي والمكرونه العاديه من تحت، وعليها العدس بجبه، وعليها طبعا البصل والحاجات دي. ويا رب يعجبكم وينور رضاكم كده، وكل سنه وانتم طيبين. وما تنسوش تعملوا لي اللايك.